باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك أعزه الله بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارات الترابية: السيد خطيب الهبيل في منصب والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، السيد خالد أيت طالب في منصب والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس، السيد محمد عطفاوي في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنقاد، السيد فؤاد حاجي في منصب عامل إقليم الحسيمة، السيد حسن الزيتوني في منصب عامل إقليم أزلال، السيد سيدي صالح دحا في منصب عامل إقليم الجديدة، السيد عبد الخالق مرزوقي في منصب عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا، السيد محمد علمي ودان في منصب عامل إقليم زاقورة، السيد مصطفى المعزة في منصب عامل إقليم الحوز، السيد رشيد بن الشيخي في منصب عامل إقليم تازة، السيد محمد الزهر في منصب عامل عمالة إنزقان أيت ملول، السيد محمد خلفاوي في منصب عامل إقليم الفحص أنجرة، السيد زكريا حشلاف في منصب عامل إقليم شفشاون، السيد عبد العزيز الزروالي في منصب عامل إقليم سيدي قاسم، السيد عبد الكريم الغنامي في منصب عامل إقليم تاونات.